كان عندي بقى شوية شوربة كده من فراخ بلدي دسمة جدا وتحفة زي ما انتوا شايفين كده، وصعبان عليا ان انا ارميها من غير ما استفاد بيها. شلتها بقى في التلاجة لحد ما فكرت لها في فكرة حلوة جدا. هنجيب معلقة صغيرة من البصل الباودر وزيها توم باودر، وزيها بالظبط حبهان او 5-6 فصوص من الحبهان، ودي كوبيبة صيني برضو معلقة صغيرة من الكوبيبة الصيني، و5-6 ورقات كده من الورق اللوري، ورشة صغيرة من الفلفل الأسمر، وبرضو نفس المعلقة كزبرة، ونفس المعلقة برضو كاري، كله بنفس المعلقة، معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة، ودي برضو نفس المعلقة من الكمون. تمام كده، ومعلقة من الملح ومعلقة من السكر كده. تمام زي ما احنا شايفين كده. كل المكونات دي هنضربها مع بعض حلو جدا لحد ما تنعم تماما معايا كده زي ما هوريكم دلوقتي. لازم تبقى ناعمة جدا. هنروح بقى على طاسة نحط معلقتين من الزبدة، 3 معالق من الدقيق، وهنقلب الدقيق في الزبدة لحد الدقيق ما يتشرب الزبدة حلو، مش عايزينه ياخد لون خالص. تمام، يا دوبك بس كده يطلع الرطوبة اللي فيه. وهنحط عليهم بقى التوابل اللي احنا طحناها مع بعض، برضو مش عايزين نحمص التوابل، عايزينها بس تطلع ريحتها كده والزيوت بتاعتها. هنجيب بقى الشوربة اللي احنا قلنا عليها من البداية، احنا عاملين ده كله عشان الشوربة دي طبعا. هننزل بالشوربة بتاعتنا على المكونات دي، وهنقلب بقى باستمرار. طبعا النار عالية مفيش مشكلة، لان الشوربة كمان ساقعة مفيش اي مشكلة. هنفضل نقلب، لازم نقلب علشان الخليط هيتقل دلوقتي معانا، وهيبقى عامل زي البشاميل كده. انا مرضتش اقطع اي حاجة من الفيديو خالص علشان محدش يقولي بقى قطعتي حاجة او زودتي حاجة او نقصتي حاجة، ولا اي حاجة من الحوارات دي خالص. انا بعمل لكم الفيديوهات بما يرضي الله بجد والله، زي ما بعملها بالظبط بنزلها، ولا بزود حاجة من عندي ولا بقلل حاجة كده. زي ما احنا شايفين اهو الخليط بدأ يغلي ويتقل معايا والقوام يتقل كده. بقى معانا مرقة دجاج جامدة جدا، صحية جدا، ما فيهاش اي حاجة تقلقي منها خالص، غير طبعا مرقة الدجاج اللي بنجيبها من بره بتبقى قلقانة منها ومش مطمنة لها. واستفدنا جدا جدا بالشوربة بتاعتنا الدسمة. عشان نشيلها بقى هنجيب قالب التلج، وهننزل بمرقة الدجاج بتاعتنا في القالب، نملى القالب ونحطه في الفريزر يسقع ويتجمدوا. اول ما يتجمدوا ممكن نطلعهم ونحطهم في كيس لو احنا عايزين القالب نستخدمه في حاجات تانية. لو ما عندناش قالب هنحطهم في علبة عادي جدا، وهنغطيها برضو وندخلها الفريزر تسقع نفس الحكاية. ادي القالب اهو سقع معايا، حطيته كده في الفريزر 4-5 ساعات 6 ساعات. بصوا بقى الجمدان، شايفين المكعب المرقة عامل ازاي تحفة. العلبة بقى لسه ما جمدتش قوي، فهنمسكها كده نقطعها وهي لسه نص تجميد، علشان لما تتجمد نعرف نطلعها من القالب حلو على شكل مربعات. برضو ممكن لما تتجمد طلعيها تحطيهم في كيس. تعالوا بقى نجرب كده المرقة كده لما نحطها في المية المغلية ونشوف هتعمل لنا شوربة فعلا ولا مش هتعمل شوربة. مش قادرة اقول لكم على التحفة. بصوا بقى المية بقت شوربة معايا بمكعب مرقة دجاج، هينفعنا بقى في اي حاجة، مش هنحتاج مرقة الدجاج الجاهزة دي خالص خالص. يعني هتعملي بيها اللي انتي عايزاه بعد كده، وهنحط عليها شوية سكر عشان طعمها تبقى زي الجاهزة تماما، طعم وريحة زي الجاهزة، ريحتها حلوة جدا، التوابل جامدة جدا فيها. بس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.